ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهارده اقول لكم على ماسك يا بنات بجد هيغير بشرتك 180 درجه. لو عندك تصبغات في البشره، لو عندك كلف، لو عندك نمش، لو عندك اثار حبوب، لو عندك اي بقعه في بشرتك وعايزه توحدي بشرتك وتخلي بشرتك فاتحه وشكلها جميل ونضر وفيها لمعه، بجد يا جماعه يبقى الماسك ده ليكم باذن الله. اهم حاجه كده، لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك وتشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت حلو زي كده. ويلا نكمل مع بعض. اهم حاجه طول ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو يا ريت تصلوا على النبي كتير جدا. اول حاجه كده معايا حلوين، طبعا معايا باكت من الشاي الاخضر اهو. بصوا كده يا جماعه، الشاي الاخضر ده بقى سحر للبشره. هنبدا كده ان احنا نفتحه بسم الله. هناخد محتويات الكيس كده، شايفين؟ بصوا، عايزاه كله. هبدا ان انا كده اخد كده كله. بصوا اهو، الشاي الاخضر ده بقى بيعمل ايه؟ طبعا الشاي الاخضر مغذي للبشره. تاني حاجه كمان بيفتح البشره وبيخلي البشره فيها لمعه ونضاره غير طبيعيه. طبعا يا جماعه كمان بصوا اهو بالمنظر ده كده. طبعا بيعمل ايه كمان؟ بيزيل الهالات السوداء، تحفه للهالات السوداء. عايزه اقول لكم ان هو ليه اكتر من استخدام. النهارده برضو هنستخدمه ان شاء الله مع بعض. يعني ممكن تحطيه طبعا في المنطقه اللي حوالين العين عادي جدا. طبعا المنطقه دي مش اي حاجه بتحط عليها عشان هي بتبقى يعني الجلد بتاعها رقيق قوي. فطبعا انا يعني عادي ممكن طبعا تحطيه عندها. بالعكس ده حلو قوي، وكمان هيفيدها ان هو يزيل اي غمقان في البشره لو عندك انتفاخات. طبعا حلو جدا. يبقى معايا كده، معايا باكت من الشاي الاخضر، ومعايا كمان هو بقى ده اللي انا بقول لكم عليه، هيزيل معايا اي اسمرار في البشره، اي بقع داكنه، اي غمقان. طبعا ايه يا جماعه؟ زيت العرقسوس اهو. زيت العرقسوس ده طبعا بنجيبه من عند العطار. هاخد كده، بصوا يا دوبك مثلا هاخد ربع معلقه كده او نص معلقه من زيت العرقسوس. عايزه اقول لكم يا جماعه زيت العرقسوس ده وهم للبشره، تفتيح من اول استخدام. عايزه اقول لكم بيفتح كل الغمقان اللي في البشره، مهما كان عندك اسمرار وغمقان وبقع داكنه في البشره بيزيل ده كله باذن الله، لانه حلو جدا. طبعا عارفين ان العرقسوس بيبقى في اكبر يعني في اغلى المراهم اللي بنجيبها من الصيدليات بارقام كبيره جدا. طبعا اي مرهم لازم يبقى فيه عرقسوس، لازم يبقى فيه عرقسوس. اقرأي كده هتلاقي دايما يبقى فيها عرقسوس، لان العرقسوس عامل مهم جدا ان هو بيفتح البشره، بيزيل كل الغمقان، بيزيل كل البقع. طبعا لان هو قوي جدا. فزيت العرقسوس عايزه اقول لكم وهم للبشره. وحطيت كده زي ما قلت لكم نص معلقه بالظبط. عايزه بقى بشرتي يكون فيها ترطيب، وكمان يكون كده فيها لمعه، ويكون مترطبه طبعا عشان الجو اللي احنا فيه ده. مفيش احلى من جل الصبار. جل الصبار يا جماعه وهم. طبعا استخدمي اي نوع انت مرتاحه عليه، او جل الصبار. تمام كده. هبدا ان انا اخد نص معلقه من جل الصبار. بصوا اهو بالمنظر ده كده، نص معلقه. بصوا جل الصبار، جل الصبار ده يا جماعه وهم للبشره. بيعمل ايه؟ اول حاجه كده بيعملها بيشد البشره، فبيمنع اي تجاعيد، بيمنع اي خطوط رفيعه. لو عندك بالفعل خطوط رفيعه في حوالي في المنطقه اللي في الجبهه، او عندك خطوط رفيعه في بشرتك، بيبدا ان هو يملاها. ومع طبعا استخدام يعني اللي انت بتستخدميه على طول بيبدا ان هو يزيلها تماما. لو انت بقى بشرتك كويسه وما فيهاش اي خطوط رفيعه، بيمنع التجاعيد. كمان بيخلي بشرتك دايما شباب. بصوا القوام ما شاء الله حلو جدا اهو. جهز معايا في اقل من ثواني اهو كده اهو. بصوا هتكوني في الوقت ده غاسله بشرتك بميه دافيه، متاكده ان هي نظيفه ما فيهاش اي بواقي من الميك اب. وهبدا ان انا كده بسم الله، بصوا بحركات دائريه. شايفين الحلاوه؟ ما شاء الله الماسك بيتفرد بكل سهوله. بصوا طبعا الشاي الاخضر كده هو بيبقى بالمنظر ده. طبعا بشرتك بتستفاد بيه، لان انت هو بيثبت كده على البشره، فبشرتك بتستفاد بيه يعني، ما تقلقيش خالص اهو. بصوا خدي بقى بعد الماسك ده بجد هتشوفي بشرتك منوره، هتشوفي بشرتك مشدوده، هتشوفي بشرتك مترطبه، لان في كل حاجه البشره محتاجاها. فيها ترطيب، فيها تفتيح، فيها كمان شد البشره. يعني ان شاء الله بشرتك مشدوده ومترطبه وشباب مع الماسك ده. ان شاء الله يا حلوين كده يعجبكم. من اول استخدام هتشوفي النتيجه. عايزه اقول لك ان من اول استخدام، من اول كده ما بتشيلي الماسك من على بشرتك، بتشوفي الفرق. طبعا بشرتك بتكون فاتحه ونضره وفيها لمعه. وبعد كده طبعا بعد ما تخلصي الماسك ده لازم ان انت بعد ما تغسليه، وطبعا بتغسليه ازاي؟ بتبداي انت تجيبي برده ميه دافيه وتعملي كده بحركات دائريه اهو. بتشيليه اكنك كده بتعملي تنظيف للبشره، يعني بحركات دائريه كده. تمام. وبعد كده بقى بتشوفي طبعا النتيجه زي ما قلت لك. وبتحطي اي مرطب عندك. مهم جدا خطوه المرطب دي. لو ما عندكيش مرطب تقدري ان انت تحطي حاجه بسيطه جدا من جل الصبار. برده جل الصبار يا جماعه مرطب تحفه للبشره، عايزه اقول لكم اهو. وبس كده يا حلوين. هتسيبيه على بشرتك لقد ايه؟ هتسيبيه على بشرتك من ربع كده لنص ساعه.
تمام. وتبداي ان انت تغسلي بشرتك بميه دافيه، وشوفي بقى الحلاوه والجمال. ان شاء الله تدعوا لي يا رب يكون عجبكم. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تقولوا لي رايكم في الفيديو، ان شاء الله هرد عليكم كلكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه.